السلام عليكم. بعد ارتفاع اسعار البنزين اللي بيحصل ده والدنيا بقت غاليه، بواجب عليك دلوقتي تركز مع عربيتك شويه. سواء انت معاك عربيه او هتشتري عربيه، مفيش فرق ان لو هتشتري عربيه هتجيب عربيه موفره، ولكن لو معاك عربيه لازم تركز بقى معاها كويس قوي. عربيتك لو كانت بتستهلك بنزين شويه وانت مكبر دماغك، ما بقاش ينفع تكبر دماغك. طب ادور على ايه؟ هتدور على 3 حاجات مهمه. اول حاجه، لازم يبقى حساس الايدل بتاع العربيه بتاعتك كويس، يعني نضيف. تفك حساس الايدل وتنضفه، وهتلاقي على القناه فيديوهات انا شارحها ازاي تفكه وازاي تنضفه بطريقه سهله جدا، وكمان البنات يقدروا يعملوها. طيب انا دلوقتي ايه تاني غير حساس الايدل؟ لازم انضف البوابه. البوابه مهمه جدا، في ترسبات بتبقى على البوابه بتكتمها وبتزود استهلاك البنزين بتاعتها. لازم ابص على البوابه وافك البوابه بره وانضفها. مش هعرف اروح لفني اقول له فك لي البوابه بره، فك لي حساس الايدل، نضفهم لي. تالت حاجه واهم حاجه، الرشاشات بتاعت العربيه. لازم اتاكد ان رشاشات العربيه مظبوطه، مش ما فيهاش مشكله، مفيش رشاش بيسيل. لو الرشاشات فيها مشاكل هتستهلك بنزين اكتر. في جهاز دلوقتي بيتنضف الرشاشات وبيفوق العربيه. واتاكد كمان ان تانك البنزين وترمبه البنزين وفلتر البنزين نظيف. الفلتر لو مسدود او في مشاكل هيزود من استهلاك العربيه. وبالمره خلي الفني يراجع لك على الحساسات المشهوره، ولو عنده كمبيوتر يقرا العربيه لو فيها اعطال بالكمبيوتر. ولكن اهم حاجه امشي على الدايره دي الدايره دايما اللي تزود استهلاك البنزين في العربيه. امن عليها واظبطها عشان تريح دماغك، البنزين بقى غالي. السلام عليكم.